يا ادم الارض اللي تحت حق مصطفى ده بيضحك علينا فيها عصام اللي بالك. انا اللي هندور وهنشوف ده ابن كلب بيضحك علينا. يلا مصطفى ايوه انا يا عمي تفضل يا عملين يا ولدي. اخباركم ايه رايقين كيف؟ انت اللي كلمتنا امبارح على النجم. احمد الحاج احمد لما قال لكم على العزيق عندي. حصل. تدوا رشدات ولا ساعات تعدوها وتروحوا؟ انا قلتها ساعتين يا راجل. تمام. انا خايف منك انت اللي عامل زي القرد. هوريكم الشغل، حاجي اعمل لكم الشاي، القى كل واحد وارد بسرابه للاخر. تمام. وعندي فيه اثنين هنا، كل واحد حدي له شويه تين وشويه ليمون وشويه جوافه وشويه عنب. تمام. بس عاد على الشغل بالاخر عشان توتوا على كبوده اروح اقبضكم. لو لقيتكم كذا بكره مش حجيبكم تاني. يلا تعالوا. خذ انت الطريقه دي اللي عامل زي البرص الجعان. لا انت جامد تاخذ المعنجره دي. دي اكدك دي. وانت خذ انت يا سفروت ظهرها حديد مكلف. اوعى تضيع منك. دي تشتغل 6 شهور حتى انك تجيبها. يلا اطلعوا قدام اوريكم. بص، واحد هنا واحد هنا وواحد هنا، هتوردوها لي دي للاخر. تمام. عشان في الاخر هنجني شويه تين على الفاس. تمام. واحد هيجي لي في التين هنا، واحد هيخش على الليمون، واحد على الزيتون هنا، واحد على الجوافه. ده بعد ما تخلص كل واحد هيعبي لي 3 فاصص، هديه 120 جنيه فيه. تمام. يلا كده وروني عزيزكم. انا هروح اجيبكم الشاي واجي، مش هطول عليكم دقيقتين، بس عايزه مظبوطه من الاخر. اروح اجيب لهم الشاي لغايه ما يشربون حتى يقعد معنا. الله ينور يا اولاد. الصلاه على النبي عليكم. الصلاه على النبي. بقول لكم مكان القفص ده انا زارع شجر في منجم الغالي من الاسترال اللي بيقولوا عليه، ما حدش هيجي جنبيه عشان رامي جذور مبحر ومشرق ومغرب. اهم حاجه ما حدش يضرب هنا. تمام. احتبروا فيها قنبله حتضرب فيكم لو جيتوا فيها. بس لغايه ما يجيبكم الشاي على النار. يلا وديكم العافيه. اسماعيل يا ادم الارض اللي تحت الحق مصطفى ده بيضحك علينا فيها عصام خلي بالكم. انا اللي هندور وهنشوف ده ابن كلب بيضحك علينا. يلا نقسمها. لقينا معاهم صاحب اللي احنا بينا كده خلصنا. احنا يلا بينا. راحة ما حدش يعمل نفسه سريع لا يطير ورانا. ساكتين. احنا خلصنا ما هيبقى ورينا. طيب استنى، مش هيشربوا الشاي؟ لا لا. طيب يومياتكم؟ لا مش عايزين. مش عايزين؟ يبقى انتوا عملتوا حاجه. ما حدش
حد يطلع قدام وريني الشغل. يلا. خلني ما يعلو على البتاع دي اساسا. شوفهم دول اكيد كحتوا في حته، قلت لهم ما تكحتوش فيها، قلت لهم سيرة ميه اكيد طلعوا الحاجه اللي دسسها انا عارف. انتم مش جاي من الشارع دول؟ شكله الحق مصطفى شك فينا، خلي بالكم يا رجاله، خلي بالكم. يلا بينا. ويقول حد جاي حوالين الحته دي ممكن فيها قنبله تضرب فيكم. اشوفها. اتركتوني؟ قال في امانه هنا مين خدها؟ انا حفتشكم انتوا الثلاث. انتوا الثلاث حفتشكم. ثانياكش واحد يعمل اي حركه لغايه ما فتشكم. يا ولادي اطلعوا قدام، هكتفكم حضربكم بالنار. يا ولد اطلع. اقعد هنا جنب بعضكم انتوا الثلاثه. قولوا لي مين اللي نلقيها فيكم؟ ها؟ نازلوا يديكم وقولوا لي بالراحه وبالادب عشان ما موتكم. طبعا مش جاي لكم حد شيء هيجي في الحته دي اللي مدور الحال على العداد. حتى رزقنا هتمنعنا مني، ده رزقنا احنا ده. رزقكم جه عندي؟ ايوه رزقنا ده احنا خدناه، ده رزقنا. الله يا رب، ده بحوش فيها طول العمر. لا ده رزقنا. رزقكم عندي؟ أيوة. حتى رزقنا هتاخدوا مننا. يا سلام. امال ايه؟ ده رزقنا. انت حتى رزقنا هتاخدوا مننا. رزقكم يعني؟ ايوه رزقنا. طب اشتغلتوا في مناطق ثانيه لقيتوا رزقكم زي كده؟ لا. طيب امال ايه؟ لا يعني عندي هنا. ايوه رزقنا هنا احنا. المهم الحاج مصطفى تدينا حسابنا ولا مش تدينا حسابنا ولا نمشي؟ حساب ايه؟ حسابنا اللي ما يكونش حساب عندي. تعرفوا تشتكوني؟ انا اشتكيت. يلا بالسلامة. يلا وما اشوف وش واحد ثاني فيكم عندي هنا. يلا يا عم. يلا غوروا. الحاج مصطفى خد حسابنا وفلوسنا وعرقنا، يلا بينا نخش ناخد اللي تحت المخدة ونطلع. الله يسهل كلامك يا اسماعيل، يلا بينا هنطلهم الحوش. يلا بينا. الحاج مصطفى نايم بالراحة مش اعتقد. فيها بيض. ثلاثة فيه. كنا معاه. جينا معاه. احنا جينا معاه وبناخدها احنا الثلاثة. بس انت بس. شنو يا ولاد الكلب؟